لا لا، انا اقول يعني لو شفتي قاعد تخزيني كذي لو يا صاير. شوف عاد اياني وياك تقول هالكلمه مره ثانيه. اسمعني ترى ماكو، انا وبس تطلع مني شايلينك لافينك تركب الاسعاف، يجون ربعك يشيلونك، لا يمكن تصحى وياهم وتهدني وتروح، تطلع مني على صليبيخات. يعني انا وبعد تعدد الزوجات موضوع نقاشنا اليوم. السلام عليكم، معك فهد من قناة كيتسل. تعدد الزوجات هو ممارسة الزواج من أكثر من امرأة في نفس الوقت، وهو موضوع يثير جدلا كبيرا في المجتمعات المحافظة. هناك عدة أسباب يتم الاحتجاج على تعدد الزوجات، من بينها الدين. يتم تنظيم التعدد في الإسلام، ولكن بشرط العدل بين الزوجات، وهذا ليس من السهل تحقيقه في الواقع، لذلك يرفض كثيرون هذه الممارسة. الأخلاق والقيم. يرون بعض الناس أن تعدد الزوجات يتعارض مع الأخلاق والقيم السائدة في مجتمعاتهم، وأنه يؤدي إلى تفكك الأسرة وتشتيت الأبناء. التمييز. يعتبر البعض تعدد الزوجات تمييزا ضد المرأة، وأنه يعطي الرجل سيطرة كبيرة على حياة النساء. اقتصاد. يرى البعض أن تعدد الزوجات يؤدي إلى تفاقم مشكلات الفقر وعدم التوازن في التوزيع العادل للموارد بين الأسرة. القانون. يعتبر تعدد الزوجات غير مشروع في كثير من الدول، وأنه يعاقب بالسجن والغرامة. على الرغم من هذه الأسباب، يوجد بعض الثقافات والمجتمعات التي تعتبر تعدد الزوجات شيئا طبيعيا وشائعا، ويعتبر بعض الأشخاص أنه يوفر بيئة صحية للنساء، وأنه يؤدي إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهن. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأسباب الخاصة التي تدفع الرجال التفكير في تعدد الزوجات، مثل الرغبة في الإنجاب، أو الرغبة في الزواج بامرأة معينة، أو الرغبة في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية. بشكل عام، فإن تعدد الزوجات هو موضوع يثير الجدل في كثير من المجتمعات، ويجب دراسة أسبابه وتداعياته بعناية، واحترام كل رأي من الأطراف المعنية به. الصراع على التفضيل والإهمال. قد يتسبب تعدد الزوجات في حدوث صراعات شديدة وتنافس بين الزوجات على التفضيل والاهتمام الذي يمنحه الرجل للزوجات. المشاكل المالية. تزداد المصاريف والنفقات المطلوبة لإعانة الزوجات والأطفال في حالة تعدد الزوجات، كما يزداد احتمالية حدوث نزاعات حول التقسيم المنصف للميراث والممتلكات. الأحكام القانونية. في بعض الدول يحظر القانون تعدد الزوجات، وبالتالي فإن الرجل الراغب بتعدد الزوجات يجب أن يتعامل مع العديد من المشاكل القانونية، وعلى رأسها الحصول على إذن الزوجة الأولى. التوازن العاطفي. قد يواجه الرجل صعوبة في التعامل بحساسية وإحسان توزيع الاهتمام والزيارات والوقت بين الزوجات، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على العلاقة الزوجية بكل إحدى الزوجات أو جميعهن. توقعات المجتمع. يعتبر التعدد في الزواج أمر غير مقبول في بعض المجتمعات، مما يتطلب من الرجل الذي يفكر في تعدد الزوجات أن يتعامل مع الردود السلبية المحيطين به. إن التعددية في الزواج تحتاج إلى تفكير وتخطيط وقرارات حكيمة، وهذا يتقنه فقط الأشخاص الذين يستطيعون الحفاظ على العدل والإنصاف والمساواة بين جميع شركائهم. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يرغبون في التعددية أن يتأكدوا من أن لديهم القدرة على تلبية احتياجات جميع شركائهم، وأن يحترموا ويشجعوا احتياجات ورغبات كل منهم على حد سواء. ومن الضروري أن يتحلى الشريك بالصدق والأمانة مع جميع شركائه، وأن يتمتعوا بما يكفي من الثقة والاحترام المتبادل للحفاظ على العلاقات العاطفية الصحية.